خش عليا بتشكيلة ريال مدريد للديربي في السوبر الاسباني يوم الخميس اللي جاي في جدة في السعودية، وان شاء الله باذن الله ريال مدريد ما يكسفناش. الواد جونزالو مش هيخذلنا في حراسة المرمى، طبعا مفيش نقاش، هو كورتوا. قلبين دفاع هو اسينسيو اللي احسن قلب دفاع في ريال مدريد بقاله 3 4 5 ماتشات، وروديجر جنبه. اعتقدش ان هيبتدي بهاوسن في الجيم ده، عشان بس اللي مستني يقول هاوسن صعب جدا، هاوسن لسه راجع وبتاع، ممكن ياخد بعض الدقايق، وماتش الفاينل لو صعدنا ان شاء الله ياخد اساسي. ولكن روديجر هو الاجهز، فاكيد روديجر اللي هيكون جنب اسينسيو. في الناحيه اليمين فالفيردي مفيش كلام طبعا، وفي الناحيه الشمال كاريراس. ثلاثه في نص الملعب، تشاوميني كمركز سته، وكامافينجا وبيلينجهام. كامافينجا مهم واكتر اهميه من جولر من رايي انا. كامافينجا لاعب في التلت الثاني افضل من جولر بكتير، بيقدر يخرج بالكره من تحت الضغط، بيقدر ينقلنا لقدام. انا شايف ان كامافينجا هو رهان التشكيله ديت. ثلاثه في الهجوم، فينيسيوس جونيور ورودريجو، ومعاهم المهاجم اللي هيكون بامر الله سبب ان ريال مدريد ياخد السوبر لو خدناه، هو جونزالو جارسيا. ده رايي في تشكيله ريال مدريد. انزل اكتب لي تشكيلتك وايه الاختلافات اللي انت شايفها في التشكيله دي، وتوقعاتكم هنروح لحد فين.